ازيكم عاملين إيه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. جالي تساؤل: انا ما جبتش تقدير في الترم الاول، اعمل ايه؟ لازم قدامك حلين. اول حاجه ان انت ترفع قضيه او تعمل دعوه، يعني ان انت تعمل اعاده تصحيح على الماده. طيب هل ده هيكون فيه مشكله او هيسبب ضرر ليك في الكليه؟ لا ابدا. هتعمل ايه؟ هتعمل تظلم او ما تعملش، وتبدا ترفع القضيه وتشوف اي محامي شغال في الحاجات الاداريه دي ويكون متمرس عليها. تمام، تتوكل على الله وتعمل له التوكيل. تمام. طيب بالنسبه لاتعاب المحامي، انا ما اعرفش دلوقتي هي وصلت كام، ولكن هي كانت من 3 سنين ب 2000 الماده. في ناس كتير بتاخد درجات وبتصحح اوضاعها وبتدخل نيابه كمان. تمام. طيب تاني حاجه، انا لازم قبل ما اشوف انا جبت تقدير او ما جبتش، انا لازم اشوف انا اصلا عارف اذاكر، فاهم طريقه المذاكره، فاهم طريقه الاجابه، فاهم المنهج الاول عشان اعرف احل، اتدربت على الاجابه بشكل كافي. طيب انا متاكده من دي ولا مش متاكده؟ ابحثها مع حد متخصص وشوف اجابتك ايه. تمام. طيب لو انا متاكده خلاص، يبقى ده نصيب، انت بتاخد بالاسباب وبتعمل اللي عليك، وربنا هو اللي بيوفق بعد كده. طيب انا لقيت ان انا عندي مشكله اصلا في المذاكره، عندي مشكله في الفهم، انا حليت غلط، انا ميزت ورقتي، كل دي مشاكل، او انا خطي وحش من اكتر المشاكل اللي بتقابلني، لو انا خطي مش حلو، يبقى كل دي لازم المشاكل دي تحلها الاول. تمام. مع برضو انك ترفع الدعوة، مفيش مشكلة، بس انا بتكلم ده تجنبا للمواد اللي جاية او السنين اللي جاية. اشوفكم على خير ان شاء الله. في اي سؤال تاني او اي استفسار، اشوفكم على خير. سلام.